السلام عليكم ومرحبا بكم مع حلويات لوليتا. ووصفتنا لنهار اليوم صابلي بذوق الليمون أو صابلي بريستيج بالليمون. وهذا الصابلي راح يكون بمقادير بسيطة وطريقة سهلة جدا، والنتيجة جد رائعة. تابعوا معي الفيديو الأخير لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. نحتاج 250 جرام مارغرين تكون على درجة حرارة المطبخ. نزيد عليها كأس إلا ربع سكر جلاس. نزيد عليها حبة بيض وزوج صفار. نزيد رشة ملح. نزيد فنجان صغير تاع زيت أو 3 مغارف معمرين مليح زيت. نضيف مبشور الليمون، ونضيف المنكه تاع الليمون أو لاغوم تاع الليمون، منها لاغوم ومنها ملون، وانتي اللي عندك استعمليه. هنايا نحتاج الباتور. اللي ما عندهاش الباتور عادي تخدم بالفوي ولا بيدها، المهم ندربو مليح حتى نتحصلوا على مزيج كريمي. نضيف نصف كأس مايزينا أو نشاء. نبدأ نضيف الفارينة اللي كنت مغربلاها من قبل. ضفت الكاس الأول وضفت عليه الكأس الثاني. نضيفو باكية كاملة خميرة كيميائية بوزن 10 جرام أو خميرة الحلويات. نلمو العجينة مليح ونبدأ نضيف الفارينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. نخلو العجينة ترتاح شوية ونبدو نقطعوها. أنا استعنت بكيس بلاستيكي، حليت العجينة نقطعها بهاد القطاعة. نحطو الحلوى نتاعنا في صينية. أنا درت ورق الزبدة، اللي ما عندهاش ترش الفارينة عادي. ونطيبوا الحلوى نتاعنا في فرن يكون مسخن من قبل على درجة 180. نحمروه من الأسفل فقط ونخرجوه نخلوه يبرد بجيه. وهنا راني بديت في كريمة الزبدة اللي نستعملها في هذا الصابلي. كما شفتوا درت 2 مغارف زبدة، 2 مغارف سكر جلاس، 2 مغارف كريم شونتي أو بودرة كريم شونتي. وهاد الكريمة كريمة الليمون راني خدمتها من قبل معاكم في واحد الفيديو، في فيديو طاغتولات. بعد نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وضفت المنكه تاع الليمون أو لاغوم بذوق الليمون، وندربو مليح بالباتور ولا بالفوي، المهم نتحصلوا على كريمة. هذه هي الحلوى بعد ما طيبتها وخليتها بردت مليح. ونبدو في التزيين. نديرو خطوط بهاد الكريمة اللي خدمناها مع بعض في الأطراف. ونزيدو نعمرو في الوسط بالكريمة، كريمة الليمون. كما ذكرت تلقوا الوصفة في فيديو لي طاغتولات بالليمون. من بعد نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وهاد لي صابلي كما ذكرت سهل ومقادير بسيطة جدا في متناول الجميع. أي وحدة تقدر تخدمه يخرج هايل وبنين بزاف. أنا خلاص راني نعمر بالكريمة تاع الليمون في الوسط. والشكل دايما لك الاختيار تاع الحلوى نتاعك. دركا نغلقوا الحلوى نتاعنا ان شاء الله تكون الصورة واضحة. انني مسرعة الفيديو باش ما يجيناش طويل بزاف. نشكر كل مشاهدين القناة الجداد والقدام، واللي مش مشترك يشترك في القناة يضغط على زر الجرس كي يصله كل جديد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا راني نسقم الحلوى نتاعي مليح، نحيد الاطراف الزايدة من الكريمة، واللي نلقاها خاوية نزيد نعمرها.
نكمل الكمية كاملة نتاع الحلوى، وهاد العجينة خرجت لي كمية لاباس بها، قريب 40 حبة. دايما نضغطو قليلا ونحيدو الكريمة الزائدة، والمكان اللي نشوفوه فارغ نعمروه. نتمنى تكون الطريقة واضحة، خصوصا للمبتدئات. والآن نمر للكلاصاج. نحتاج فنجان صغير تاع عصير ليمون اللي كنت عصرته وصفيته، فنجان صغير حليب، ونصف فنجان زيت. نضرب مليح هاد المكونات مع بعض. هاد العبار نتاع الكلاصاج كمل لي الحلوى كاملة. ونبدا نضيف السكر كلاص بعد الغربلة. طبعا لازم نغربلوه باش ما تجيناش هذيك الحبيبات، ونبدو نخلطه بالتدريج، ونضيف سكر كلاص بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام المطلوب تاع الكلاصاج. وهذا هو القوام المطلوب تاع الكلاصاج. بعد ما كملنا نضيفوا المنكه تاع الليمون او لاغوم تاع الليمون، منها يدير لينا البنه ومنها يلون لينا الكلاصاج تاعنا. نخلطو مليح. نبدا نضيف بشويه باش حتى نتحصل على اللون اللي راني باغياته. هنا خلاص بعد ما تحصلنا على اللون المطلوب نبدو نقلاصو الحلوى نتاعنا بالحبه كيما راكم تشوفوا. نحيو الزياده نتاع الكلاصاج، واستعنت بكيس بلاستيكي حطيته في بلا، ونحط الحلوى نتاعي. بعد ما نقلاصيها نخليها تنشف مليح. انايا بعد قبل ولا تنشف نحطو التزيين تاعنا. انا استعملت هاد الوريدات، انتيا اللي عندك استعمليه. نكمل الكمية كاملة تاع الحلوى نتاعي نخليها تنشف مليح. انا للامانة خليتها ليلة كاملة حتى نشفت. هذا هو الصابلي تاعنا، صابلي بريستيج بالليمون او صابلي بذوق الليمون. وسلام.